خطيره من طاهر دفاعات سواء للصعايده او لرمسيس. حتى الان يا محمد يا حسين قلت لك مهاجم خطير نكير شرس قوي بيستلم تحت ضغط وبيفتح لنفسه المساحه. حلوه التمريره حلوه سحبه الكوره وبيحطها على يمين الحارس هادي حطها له زقه عرضيه واحده ارضه كده من محمد حسين فضل نفسه المساحه. حلو الصعايده سجل الهدف الثاني قدم المطلوب اثباته. رجع للمباراه في وقت قصير جدا رجع للمباراه في وقت سريع جدا كان متاخر بهدف تعادل احرز الهدف الثاني ببراعه وبقوه من المهاجم محمد حسين اللي لسه كنت بقول لحضراتكم عليه قوي وبيستلم تحت ضغط وبيلعب في المساحات ما بين محمد عثمان وما بين طاهر عامل قلق شويتين ثلاثه كده لظاهر دفاعات فريق رمسيس. حتى الان محمد عثمان وطاهر التصويره التصويره لسه مصمم لسه الكوره في الملعب. حلو الختام حلو الاسترسال حلو الروح حلو الاهداف حلو المباراه. ولد يحمد يا شريف ولا ده هادي حارس مرمى فريق رمسيس بيدافع عن مرماه ضغط الصعايده. فاجئنا بصراحه فريق الصعايده بعد العوده والتصويبه من طارق السيد الرحيم. نرجع تاني مع حضراتكم لانطلاق الشوط الثاني من المباراه النهائيه وفاينل البطوله الرمضانيه لبطوله ال40 يا ساده. الشوط الاول انتهى بتقدم فريق الصعايده بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح فريق رمسيس. هنشوف ونتابع بنقول سمير بدأ يفوق ويرجع في اللقاء. محمد هدف محقق لصالح فريق الصعايده لصالح عودة سمير. تحول رهيب وتحول عجيب لفريق رمسيس في الشوط الثاني بعد احرازه هدف التعادل. بدأ يجري فريق رمسيس بيعمل تحول في المباراة في الشوط الثاني. كان متقدم في الكورة اللي فاتت طارق السيد ولكن ضغط من فريق رمسيس في الشوط الثاني لكم غير متوقع. ويوسف شعبان يا يوسف يا شعبان يعود يا سمير على دفاعات فريق الصعايده وحارس والله احمد شريف. مره ثانيه يوسف تصويبه قويه وينفع من تحت الارض يا سمير
نشوف قرار حكم اللقاء ايه، هدف ولا ايه، احنا مش شايفين علينا. ممكن يكون حد ليه راي تاني، خلينا نتابع ونشوف لو بالفعل الكوره هدف لصالح فريق الصعايده. قلت لكم عوده الرعب هتكون بالهدف ده لصالح فريق الصعايده، واصبح الفارق هدف واصبحت المباراه على صفيح ساخن. تعالى تعالى وصلك ايه وصل وصل
ثانية واحدة الأول. جابوا رجالة ارجع ورا